اكتر حاجه انت عملتها في حياتك فخور بيها؟ سؤال صعب قوي. شغلي وولادي. ان انا ما اكلتش حاجه حرام في حياتي واتقنت عملي على قد ما قدرت. الحمد لله طلعت عمرتين، دي احلى حاجه عملتها في حياتي. طلعت عمرتين وزرت النبي عليه الصلاه والسلام، واعتمرت مره الاولانيه في شهر رمضان انا وزوجتي واخوها، وتاني مره اعتمرت برضو الحمد لله انا وواحد صاحبي. دي احلى حاجه. اني ما ظلمتش حد، الحمد لله ما جيتش على حد. انا بعافر في الدنيا والدنيا بتعافر معايا. الحياه شقه وكل شويه بتزيد مشقه، فتبقى فخور بنفسك جدا لما الحياه تديك وانت تديها، تديك وانت تديها، وتفضل مستمر 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 وزي ما تيجي. ويا ريت يا ريت احلامي دي تبقى حقيقة. ايه الحاجه اللي انت بتعملها وانت شايف ان انت بطل؟ الشغل عشان ما اطلعش حرام ولا اطلع نصاب، ابقى طالع شقيان، طالع اجيب الجنيه حلال مش حرام. اللي هيبقى بتقوم بالبطيء، مين اللي هيبقى الحرام؟ هو اللي هيبقى الحرام دوت اعمل بيه ايه؟ مش احسن من الحلال. الحلال طعمه حلو ليه طعم، الحرام ملوش طعم، عشان الناس تتعس بس وبطل سرقة. يعني حققت حاجات كتير من اللي انا كنت نفسي احققها من وانا صغيره. دخلت الكليه اللي نفسي فيها. اللي انا بعز مراتي. طبعا ام عيالي. أكتر حاجة عملتها فخور بها والله هي مش حاجة واحدة، لكن عادة هي يعني أجمل حاجة بالنسبة للإنسان ممكن يقدمها هي العطاء، إنك تعطي للناس. أنت بتحس ب يعني قيمة إنسانية كبيرة لما تعطي إنسان محتاج وتساعده. الحاجة دي ما عندها قيمة مثلا، يعني ثمنها كبير خالص. أنا بحس براحة لما ألقى لي واحد أساعده وتكون المساعدة جاتي محلها يعني ويستفيد منها، وده أجمل لحظة بالنسبة لي. انا فخور باولاد اختي، باولاد اخواتي عموما، يعني كانوا البنات او الصبيان، ان ربنا قدرني وان انا يعني قادر اربيهم وكويسين الحمد لله وناجحين في عالمهم، ودي حاجه يعني بتبسطني. ان اعتمدت على نفسي، وبقيت مؤمن ان انا اقدر اعمل اي حاجه. حطيت هدف لنفسي يعني، وان شاء الله نحققه باذن الله. اكتر حاجه انا عملتها وفخور بيها دلوقتي ان انا بصلي على الصلاه والسلام. محافظ على الصلاه. الحمد لله. ان انا عرفت عبده صح. ان انا عايشه وسط الناس كده الحمد لله، يعني فخوره بنفسي اولا ان انا اشتغلت وبنيت نفسي وكونت نفسي وجوزت نفسي بمعنى اصح، والحمد لله ان انا عايشه كده وما فيش اي حاجه تانية. مش محتاجه حاجه من حد ولا اي حاجه، وعايشه الحمد لله. جواز اخواتي، لان انا كان تحت من 4 بنات، فساعدت البنات دي بكل ما اقدر، وكان ساعتها الظروف شبه واقعه، لان كان لنا اب بيعيش اليوم بيوم ومالوش دعوه بالدنيا، هو كان كده. فدول كانوا يعني اعتبر في ذمتي. ربنا خصصني كده، وكان اخويا بيساعدني الاكبر مني في نفس الكلام، جهزهم وكده، والحمد لله. انا فخور اني ما بزعلش حد ابدا، يعني دايما علاقتي بالناس، عمل حاجه وحشه معايا خلاص، هو وحش خلاص انا بتجنبه بس. بس افضل حاجه ان انا ما بزعلش جامد من حد يعني، ودي انا بنبسط منها يعني. اكتر حاجه فخوره بيها الكليه اللي انا دخلتها، لان انا كان نفسي اخش اي حاجه في مجال يبقى فيه انجلش، وحققت ده يعني. اني ربيت ولادي تربيه على مستوى عالي جدا،
يعني دخلتهم جامعات ومدارس تجريبي يعني علمتهم، والحمد لله هم كانوا على قد المسؤولية يعني، ووصلوا للمرحلة اللي أنا كنت بتمناها ليهم. النهارده بنتي بسنتي النهارده بتجهز نفسها الماجستير وهتحضر دكتوراه. والله الواحد على قد ما بيقدر يعمل خير بيعمله يعني، مش شرط تكون حاجه معينه، بس الحمد لله بحاول امشي فيه على قدر ما يعني على قدر الممكن يعني. ان انا ربيت عيالي خليتهم احسن مستوى. لا الحمد لله يا عم، عملت في حياتي، في شغلي، في بيتي، في دنيتي، الحمد لله فخور بنفسي. انا ما بعملش حاجه غلط، براعي ربنا في كل حاجه. اكتر حاجه عملتها فخور بيها في حياتي والله يعني اني ربيت عيالي كويس وما طلعتهمش منحرفين وما طلعتهمش بايظين، طلعوا كويسين ومتعلمين وزي الفل. انا من صغري وانا نفسي ابقى مدرسه واعيش الدور ده، رغم ان كان نفسي ابقى في صيدله، بس الحمد لله يعني حققت ده، بقيت بشتغل في سنترز وكمان بقيت في مدرسه، الحمد لله. ان انا عضو في نادي النيل. اكبر حاجه يعني افتخر بيها ان انا كنت شغال مع 2 دكاتره، دكتوره عفاف البنا والدكتوره حنان مدني. دي حاجه فخور بيها طبعا. ان انا كبرت ولادي، ان ربنا سبحانه وتعالى بتمنى ان ياخد بايديهم بس مش اكتر.